السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل صدور الفراخ بطريقه حلوه قوي. صدور الفراخ مش للبانيه وبس، مش للشوي وبس، طريقه جميله جدا، اكل مطاعم مع شويه رز بسمتي زي ما انتم شايفين كده. تاكلي احلى فراخ. بينا بقى ندخل على الفيديو نشوف عملنا اكلتنا ازاي. معانا بقى صدور الفراخ بعد ما نقعتها كده في محلول النقع اللي هو الخل والملح والسكر، وصفتها كويس. عملت فيها فتحات كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. تمام كده. اللي لسه بقى ما حطش اللايك وحط لي اللايك واشترك في القناة وفعل الجرس، وتقولي بتتفرجوا عليا من انهي بلد. ومعايا التوابل بقى بتاعتي هحطها في البولة كده: ملح، فلفل، بابريكا، كاري وكركم، سوري، كاري وبهارات فراخ، وتوم باودر، ومعلقتين صلصة، ومعلقتين زيت زيتون، معلقة خل. وابتدي بقى اقلب كل المكونات بتاعتي دي كده زي ما انتوا شايفين. تمام. واجيب بقى الفراخ بتاعتي واحاول بقى اتبلها بالتوابل دي كلها. تمام كده. كده زي الفل. ابتدي بقى اعمل ايه الصوص اللي انا هحط عليه الفراخ. معايا قطعة توم ومادة دهنية، اي حاجة تفضليها، زيت، زبدة، اي حاجة. واشوح كده التوم ما ياخدش لون، بس تشويحة بسيطة. وانزل عليه بقى بالعصير الطماطم. وبعد كده احط شوية مية عليها وملح وفلفل. وخلاص كده الصوص اللي انا هحط عليه الفراخ جاهز. ابتدي بقى ايه الخضار بتاعهم مجهزاه معايا. ومعايا جبنة موتزاريلا صوابع كده قطعتها. هحشي بقى الفتحات دي كده زي ما انتوا شايفين. عندك طماطمية برضو، شيلي القلب بتاعها وقطعها شرايح برضو، تبقى جميلة جدا. تمام كده. هحط برضو اهو الجبنة، اي نوع جبنة عندك ينفع، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، اي جبنة. تمام. عايزاه بالخضار بس من غير جبنة برضو تمشي، بس الجبنة بتزود التست بتاعها. خلاص كده حشينا الفراخ بتاعتنا. نحط بقى في البايركس كده الصوص اللي احنا عملناه بالثوم، ونحط عليه الفراخ بتاعتنا. بالشكل ده كده. تمام. ونغطيها كده بورقة زبدة بقى مبلولة كده عشان ما تتحرقش، وعليها ورقة سيلفر. وفي فرن ساخن مسبقا على الرف الوسطاني هحطها لحد ما الفراخ بتاعتنا تستوي. وفي الأثناء الفراخ ما في الفرن احنا هنعمل الرز بتاعنا. معانا لومي، ومعانا قرفة، ومعانا حبهان، ورق لورا، معانا كاري وكركم. تمام. ومعانا قرنفل. وابتدي بقى اقلبهم كده في المادة الدهنية، زيت وزبدة. تمام. لحد ما ريحة التوابل بتاعتي تطلع. واحط بقى المية تغلي. والرز بتاعنا بقى البسمتي منقوع، والملح طبعا منقوع ومتصفي. لازم تنقع الرز البسمتي عشان الطعم الزناخة اللي فيه كده تروح في النقع. اسيب بقى الرز يستوي. شوف الرز بتاعنا استوى بقى جميل جدا. ايه رأيكم بقى؟ فلفل وحلو جميل. تمام كده. والفراخ بتاعتنا هي استوت. ونقدم الطبق بقى بتاعنا بالشكل ده كده. ايه رأيكم؟ لايك بقى للفيديو، اشتراك في القناة، وتفعيل الجرس. واسيبكم في رعاية الله، احلى واغلى متابعين. قولوا رأيكم في الكومنتات، تتفرجوا عليا من انهي بلد. في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.